في الضلمة ساعات البيت اللي بنسكنه بيبقى هو اللي ساكن جوانا. بس ساعات بيبقى في حاجات ساكنة في البيت نفسه، حاجات مش من الدنيا دي. كريم وشادية كانوا هيعرفوا ده بس بالطريقة الصعبة. كريم وشادية دول شابين اتجوزوا جديد وفرحتهم كانت بالدنيا، وقرروا يبدأوا حياتهم في شقة صغيرة في حي الهرم. الشقة كانت في عمارة قديمة بس شكلها مقبول وسعرها مناسب. اتفقوا ودفعوا واستلموا المفتاح، وكل حاجة كانت ماشية تمام. في أول يوم نقلوا فيه العفش بدأت الأحداث الغريبة والمرعبة. شادية وقفت في نص الصالة وقالت حاسة إن في حد بيبص عليا. كريم ضحك وقال انت متوترة من النقل وطبيعي يعني، بس فعلا كأن في إحساس غريب، إحساس إنك مش لوحدك حتى وانت موجود لوحدك في الشقة. أول ليلة شادية صحت على صوت حركة في المطبخ، نزلت تمشي على أطراف صوابعها، لقت الباب مفتوح والنور مولع. دخلت عملت كوباية شاي، لقت الكوباية اللي جنبها على طول مكسورة على الأرض. افتكرت إن كريم قام يشرب مية ووقعها. رجعت تنام، لقت كريم نايم جنبها ومتحركش، نفس اللبس من أول ليل. تاني يوم بدأت تلاحظ حاجة غريبة في تصرفات كريم. ساعات بيبقى ساكت بطريقة مرعبة، بيبص لها كأنه مش شايفها، أو يقول لها كلام ملوش معنى، زي هما جم عايزين يرجعوا اللي ليهم. ولما تسأله لمين يضحك ويقول بهزر معاك يا شادي. شادية بقت تحس إن كريم مش هو دايما. أوقات بيبقى طبيعي يضحك ويهزر ويتكلم عن الشغل، وأوقات تانية يبقى متجمد وعينيه مفيهاش حياة ويبص على الحيطان بالساعات. ومرة شادية رجعت من عند أمها، دخلت الشقة لقت كريم واقف في الصوفة وساكت ومبتسم ابتسامة غريبة. قالت له مالك؟ قال كنت فين؟ أنا مستنيكي. ولما دخلت الأوضة لقت تليفونه على السرير وفي رسالة منه ليها بيقول فيها إنه لسه في الشغل ومش هيقدر يرجع بدري. اتصلت بيه، رد عليها من بره وقال أنا لسه في المكتب، عايزة حاجة؟ قلبها وقع. رجعت تبص، ما كانش في حد في البيت. بدأت تشوفه في أماكن هو مش فيها، زي مثلا تقوم تلاقيه في المطبخ، وبعدها تكتشف إنه مشي من بدري. وكل مرة تسأله أنت كنت في البيت يقول لها أنت بتخرفي، أنا طول اليوم في الشغل وما بجيش غير في ميعادي بس، ولو جيت بدري أكيد هكلمك إن أنا جاي بدري. وكل يوم كانت بتحصل حاجة، تلاقي مثلا هدومي متبهدلة كأن في خناقة، أو تلاقي صوت خطوات بالليل، وتلاقي كريم في الحمام بيتكلم مع نفسه كتير بالساعات. وفي مرة شافت كريم قاعد على الأرض بيكتب كلمات غريبة على ورقة، ولما قربت تشوف لقيت الورقة فاضية. قالت له أنت بتعمل إيه؟ قال لها بكتب اللي بيقولهولي. ولما سألته هم مين؟ قال لها اللي ساكنين هنا قدنا احنا الاتنين كمان. جابت شيخ يقرأ في الشقة. أول ما دخل بص على كريم وقال في حاجة غلط هنا، وبدأ يقرأ قرآن. ولما بدأ يقرأ كريم وقع على الأرض وبدأ يصرخ بصوت مش صوته، صوت تخين جدا ومرعب. الشيخ قال إن في جن ساكن الشقة، والجن ده اختار كريم وبدأ يتلبسه ويشاركه في جسمه، يدخل يخرج لحد ما بقى في وقت معين هو اللي بيتحكم في كريم. يعني كريم مش مكمل قواه العقلية، كأنه كده شبه مغيب. قال لهم إن الجن ده مش عايز يقتل، لكنه عايز يعيش من خلاله، يتكلم، يتحرك، يشوف الناس، ياكل، يضحك، بس من غير ما حد يعرف. المصيبة بقى إن كريم نفسه بدأ يتوه، بقى مش عارف هو مين. ساعات يقول لها أنا كريم صح ويسألها، ولا أنا هو ويعيط. وساعات تانية يبقى عادي خالص كأن مفيش حاجة حصلت. شادية بدأت تتعب وبدأت تفكر تمشي، طب تسيبه، بس ما قدرتش. بتحبه لسه، ولسه عند وعدها أمل إنه يخف. بدأوا يعملوا جلسات يحاولوا يطردوا بيها الجن، بس كل مرة كان بيرجع، وكل مرة أقوى من اللي قبليها. وفي ليلة الجن اتكلم على لسان كريم وقال هو كان فاضي أنا مليته، هو ندى وأنا جيت. عرفوا من خلال واحد شيخ كريم زمان وهو صغير اتعرض لحادثة وكان بين الحياة والموت.
وفي الوقت ده الجن دخل من زمان ومستني اللحظة اللي يقدر يمتلكه بالكامل. ولما سكن في الشقة ديت اتحررت الطاقة وبدأت المعركة بين الجن وبين كريم. صراع نفسي قوي جدا. بدأت تظهر علامات غريبة على جسم كريم، زي حروق على شكل دوائر عين، وواحدة بتتحول لوحديها والتانية ثابتة في مكانها ولونها أسود. وساعات كان صوته بيتغير لوحده. يوم كريم اختفى، شادية دورت عليه في كل الشقة، كلمت كل قرايبها حتى كمان أهله، مفيش أي أثر لكريم وما لقيتهوش لحد ما سمعت صوت جاي من الدولاب. فتحته لقيته قاعد جوه عريان بالكامل وبيضحك ويقول: أنا لقيت مكاني، مكاني هو مكانهم تحت الأرض جوه الجدران. شادية قررت تسيبه وتمشي. خرجت من الشقة، راحت على أهلها وقعدت هناك. بس الرسايل بدأت تيجي من أرقام مش معروفة. الأرقام ديت ما كانتش مجرد أرقام عادية، دي كانت مكتوبة بصيغة واحدة، مكتوب فيها جملة واحدة بس: ارجعي، هو مستنيكي. رجعت الشقة بعد أسبوع، لقيتها فاضية، لا كريم ولا هدومه ولا أي حاجة تخص كريم موجودة فيها، لأنه عمره ما كان فيها أصلا. بلغت الشرطة وما لقوش حاجة ولا أي دليل إنه اختفى، ولا حتى في الكاميرات. الجيران قالوا إنهم ما شافوش حد داخل أو خارج بقاله فترة. وده اللي شد انتباه شادية وخلتها تفكر كتير وتقلق أكتر. وبعد شهور شادية لقت نفسها حامل، مع إنها كانت سايبة كريم من شهور. راحت للدكتور والدكتور قال لها: الجنين فيه حاجة مش طبيعية، شكله غريب ومش مفهوم، وفيه نبضين كأنه اتنين في واحد. ومن ساعتها محدش شاف شادية تاني. واللي سكنوا في الشقة بعدها بيقولوا إنهم بيسمعوا صوت راجل بينادي في الليل، بيقول: أنا كريم بس أنا مش كريم. الجيران كانوا بيحكوا إن الصوت ده بيتكرر كل ليلة الساعة 3 بالظبط بنفس النبرة من جوه الشقة الفاضية. ومرة واحدة الشقة اتقفلت بشمع أحمر، والبوليس قال إن حصل فيها حاجة خارج السيطرة، بس محدش اتكلم بتفاصيل عنها. لكن الغريب بقى إن بعد سنة كاملة شاب جديد جه أجر الشقة، كان اسمه كريم برضه. والمرة دي محدش سمع صوت، محدش شاف حاجة، بس واحد من السكان قال إنه شاف كريم الجديد وهو بيبص من الشباك في نص الليل، وكان بيضحك بنفس الضحكة. ولما سألوه بعدها عامل إيه مع الشقة، ابتسم وقال لهم: أنا لقيت نفسي هنا كأني كنت تايه من سنين، وكنت مستني اللحظة دي تيجي بسرعة. ومن يومها بقى في اعتقاد بين الناس إن الشقة دي مش بتختار سكانها، الشقة دي بتعيدهم من جديد، نفس الاسم، نفس الوجود، بس مش نفس الشخص. تفتكر انت كمان لو مثلا رحت قعدت في شقة زي ديت ولقيت الأحداث دي بتحصل لك، هتلحق نفسك وعيلتك ولا هتكمل فيها وبس كده؟ سلام.